السلام عليكم، مرحبا بكم وصفة جديدة من وصفات شيوات متنوعة مع بشرى. كتفكري شنو غتوجدي لغدا يوم العيد؟ انت اختي جبت لك طريقة سهلة وبسيطة، دجاج مدفون او السفة مدفونة، كله شنو تسميها بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة خصوصا المبتدئات. والاهم انها كتجي لذيذة بزاف. غادي نشارك معكم الفيديو من الاول حتى الاخر وطريقة التحضير ديالو. نخليكم على الفيديو، فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندي انا دجاجه كما شفتوا معايا هنايا في طنجره. غادي نستعمل كاس ديال مع زعفران الشعره، وغادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، وكذلك غنضيف الزنجبيل السكنجبير والفلفل الاسود يعني الابزار، وغادي نضيف واحد شويه ديال القزبر اليابس مطحون، وكذلك ملعقه صغيره ديال الكركم، عويدات ديال القرفه، وربع كاس ديال الزيت. بغيتو تستعملوا الزيت العادي استعملوا، بغيتو تستعملوا زيت الزيتون استعملوا. صافي غادي نشربوا بهذه الطريقه ونخليه واحد 3 دقائق 4 دقائق، عاد نحطو فوق البوطه على نار متوسطه، وكل مره نقلبوا بهذه الطريقه هو كيتشحر وفي نفس الوقت كيتشرب ديك العطريه، كيجي لذيذ بهذه الطريقه هذه. كيجي الدجاج شارب القوام ديال العطريه. كنخليه واحد 3 دقائق بحال هكا مع التحرك المستمر. من بعدها غادي نضيف عليها واحد 4 الحبات ديال البصل متوسطين، قطعتهم بهذه الطريقه شرائح طوال. وغادي نحاول انني نقلب الدجاج مره اخرى، ونستعمل البصله تكون هي لتحت، ونخلي عاوتاني نغطي عليه حتى كتشرب ديك البصله القوام ديال العطريه. تقريبا واحد 2 دقائق 3، المهم كتبقى على حساب الوقت. صافي كنحاول اني نقادو بحال هكا ونغطي عليه ونخليه. هنا من بعد ما البصله بدا كيتغير اللون ديالها وبدات كتنزل، هنا غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الربيع يعني القزبر المعدنوس، وغادي نضيف عليها واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، وكاس ديال الماء فقط. وغادي نغطي عليها ونخليها على نار متوسطه حتى كيطيب هذاك الدجاج مزيان مزيان. صافي هذا هو الدجاج من بعد ما طاب. غنحاول انني نحيدو ونخليه على جنب. يعني الطريقة البنات اللي شاركت معكم راه طريقة ساهلة وبسيطة وما فيهاش واحد التعقيدات، يعني غتلاحظوا معايا في الفيديو دغيا غتوجديها، واهم غادي تجيكم لذيذة. صافي هنا حاولت انني نحيد العويدات ديال القرفة كيف ما لاحظتوا معايا، بقى واحد شوية ديال المرق. غادي نضيف واحد ملعقة صغيرة عامرة مزيان ديال القرفة، و2 معالق كبار ديال السكر سنيدة، وهنا عندي تقريبا 2 معالق كبار ديال العنب المجفف. غنبقى كل مره نخلط ونحرك مع تحرك مستمر حتى كتحيد هذاك الماء، ما كيبقاش النقطه ديال الماء البنات ما خاصهاش تبقى نهائيا. كتبقى البصله بوحدها، البصله كتجي مدغمره وكتجي لذيذه. نتوما لاحظوا معايا ما كيبقاش نقطه تاع الماء. هذا هو السر من الاسرار ديال التغميره ديال هاد الدجاج باش كتجي لذيذه. صافي في الاخير غناخد انا هاد الدجاج غادي نقطعو غير بحال هكا، غادي نحطو نرجعو في الطنجره ونخليه على جنب باش نوجدو السفه. بالنسبه للدجاج بغيتو تقطعوه طريفات في الاخير قطعوه، بالنسبه للقطع راه كيبقى على حساب التزيين اللي بغيتو نتومايا. هنا عندي نص كيلو ديال السفه، وغادي نضيف لها واحد ربع كاس ديال الزيت. غنحاول انني نخلطها بهذه الطريقه حتى تشرب الزيت مزيان، وغادي نحطها في الكسكاس ونحطها فوق الخديمه حتى كيطلع عليها داك البخار مزيان. انا قلت بلا ما نبقى نوريكم بالتفاصيل، غادي نشرح لكم وغادي نحاول انني نزرب لكم الفيديو شويه. الزيت هذاك الماء من الخديمه وعاود فرغته على الشعريه من الفوق يعني السفه، وغادي نغطي عليها ونخليها تعاود تطلع عاوتاني في البخار. صافي هنا غادي نحيدها، غادي نديرها في الكسري، وغادي نزيد عليها واحد ملعقه كبيره ديال الزيت حتى 2 معالق، وغادي نبدا نضيف في الماء عادي مروبين يعني ما كنديرش الماء سخون، ونبدا نفرغ في الماء وفي نفس الوقت كنفرتتها بيديا بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا راني كنحاول انني ما نكثرش الماء لانني عندي هاد الشعريه رقيقه بزاف، ديك السفه رقيقه. بالنسبه للمبتدئات في الاحسن ما تستعملش رقيقه بزاف. وغادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، وصافي غنحاول اني نخلطها مزيان، وغادي نديرها في الكسكاس ونرجع عاوتاني الخديمه وطلع ليها عاوتاني البخار مره اخرى، ونعاود نفرغها عاوتاني في القصري. هنا غادي نضيف عاوتاني شويه ديال الماء. دابا غنحاول انني نزيدها واحد الكميه تاع الماء، وفي نفس الوقت كنفرتكها بايديا،
وغادي نزيد عليها واحد الملعقة حتى 2 معالق كبار ديال العنب المجفف رقّدته في الماء. صافي غنحاول أنني نخلّطها مزيان حتى تشرّب هذاك الماء جيدًا، ونحطها عاوتاني فوق الخديمة، غير يطلع عليها البخار صافي كتكون الشعرية طابت دابا. هانتوما لاحظوا معايا رقيقة بزاف، وكنحاول أنني نخدمها غير على المهل. صافي دابا غنفرّغها فوق الكسري، صافي كتكون دابا السفة راها طابت ما كاين نعاودوها. ضفت هنا واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة، و2 معالق كبار ديال السكر سنيدة. لأن دابا السفة درنا لها السكر والضغميرة حتى هي راه فيها الحلاوة، التزيين غتكون فيه الحلاوة يعني ما كاينلاش نكتروا حلاوة بزاف باش ما يجيناش السفة تجينا حلو بلا قياس. بالنسبة للتقديم البنات التقديم كيبقى مجرد الطريقة اللي بغيتو نتوما، بغيتو ديروا التقديم عادي ديروه، أنا درت غير هاد الإطار باش نحاول أنني نجمعهم في طبسيل، لأن الطبسيل اللي عندي ماشي كبير بزاف باش غادي نحطها تقديم عادي. هنا غادي نحاول أنني ندير السفة هي الأولى تكون لتحت. بالنسبة للدجاج راني سخنته بالضغميرة ديالو وحطيته على جنب الدجاج، وغادي نحاول أنني نهز الضغميرة من بعد ما قاديت السفة وقاديت الجوانب ديالها. نزيد الضغميرة، نتوما لاحظوا معايا النقطة تاع الماء ما خاصهاش تكون باش كتجي لذيذة بزاف. بغيتو تفرتكو الدجاج تفرتيت صغار وتحيدوا ليه عظيمات حيدوه. المهم انا كنعطيكم كيفاش توجد، وكنعطيكم حتى الطريقه اللي بغيتو ديروا نتومايا. صافي هنا انا قطعتهم طريفات غير بهذه الطريقه. التغميره راني درتها كامله ما خليت حتى حاجه، ديك التغميره اللي بقات درتها كامله، درت السفه درت التغميره، درت فوق منها الدجاج. بالنسبه للدجاج كنحاولوا اننا نقادو. صافي في الأخير غادي نحاول أنني نضيف السفة من الفوق باش نغطي بها هذاك الدجاج ما كيجيش باين مزيان. وبالنسبة للتزيين راه كيبقى ديري التزيين اللي بغيتي نتيا. أنا راه درت القرفة ودرت السكر كلاصي، وكتشديت اللوز طحنته حتى هو ودرتو كتزيين مع القرفة. أنا غنحاول أنني نحيد هذا الإطار، وفي الأخير غتشوفوا معايا الشكل النهائي الطبق اللي شاركت معكم. نتمنى تجربوه لأنه ساهل وبسيط كيجي لذيذ بزاف. هذاك التمر عمرته بشوية ديال اللوز. تنشكركم مرة أخرى على المشاهدة وعلى التعليق ديالكم. إلا كنتي اهتمام اشتركي اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي بجميع الوصفات فضلا وليس أمرا. وتنقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم علينا بالصحة والسلامة، وشكرا مرة أخرى. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.